الأسعار اللي تعرضوها بالخارج هي أسعار مرتفعة جدا مقارنة بما يحصل عليه مثلا أوروبيون يتوجهون إلى نفس الوجهة اللي يتوجهوا لها الجزائريين. لماذا هذا الإشكال السيد؟ شوفي، من جهة نوافقك ومن جهة ما نوافقك. تفضل. سا سي دي مارش، يعني هذه أسواق. مثلا دولة اللي يعني وجهة اللي يكون عندنا رقم أعمال كبير، نعم. فتكون عندنا قوة لما نتفاوض ونتحاور باش نحصل على الأسعار المميزة والأسعار المرجعية اللي تكون في مستوى ما يحدث يعني في العالم. وفيه دول اللي ما عندناش ان فوليوم، فصاحب الفندق او اصحاب الفنادق ما يتكلمش معاك من مركز قوه، فالقضيه كلها هي قضيه فوليوم، يعني كثافه، يعني الكم اللي راك ترسله لهذا البلد. لا، لكن كانت هناك كثافه فيما يتعلق بمصر، بتركيا، بالمغرب وبتونس، هناك كثافه جزائريه، احنا تنقلنا نعم. وشفنا صح. انه هناك عدد كبير من الجزائريين في هذه البلدان. انا نقول لك أن الأسعار اللي تحصل عليها الوكالات السياحية بالنسبة لتركيا وبالنسبة لتونس وبالنسبة لمصر من أحسن الأسعار في العالم، بحيث أن